كان في راجل اسمه السكران بن عمرو، كان من ضمن المهاجرين هو وزوجته و5 أولاد مع المسلمين لما هاجروا للحبشة، ولما بقى ضروري إن هم يرجعوا مكة رجعوا هم وأولادهم. وفي مرة زوجته شافت حلم إن في قمر من السماء بينقض عليها وهي نايمة على الأرض. حكت لجوزها الرؤية دي وقال لها لو رؤيتها دي صدقت تتجوز بعد ما يموت، وفعلا بعدها بفترة ما يكذبش خبر ويمرض بمرض معين ويموت. إيه علاقة ده بقى بقصة السيرة النبوية؟ هعرفك ده لكن بعد الانترو. في يوم جت واحدة اسمها خولة بنت حكيم للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد وقال لها أجل، كانت أم العيال وربة المنزل. فسودة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام أفلا أخطب عليك؟ أخطب لك يعني؟ قال لها بلى، فإن كنا معشر النساء أرفق بذلك. أربط لك بقى القصتين اللي قلتهم لك قبل الانترو وبعد الانترو دول ببعض. الراجل اللي مات اللي كان اسمه السكران بن عمرو ده، اللي زوجته حلمت ان في قمر بينقض عليها، زوجته دي اسمها سودة بنت زمعة. وخولة بنت حكيم اللي كانت قالت للرسول اخطب لك دي، جابت سودة بنت زمعة بعد ما عدتها خلصت وخطبتها للرسول عليه الصلاة والسلام. وساعة عقد القران او كتب الكتاب عندنا في مصر امرها الرسول عليه الصلاة والسلام انها تجيب حد من قومها يكون ولي امر ليها يجوزها يعني. وكان الحد ده هو حاطب بن عمرو. وسودة بنت زمعة كانت تاني زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. حكينا في الفيديو اللي فات عن عام الحزن، وحكينا عن موت أبو طالب، وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. تعال بقى أوريك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصد إيه لما قال كده. بعد وفاة أبو طالب تكالبت الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام وزاد إيذائهم ليه جدا. ومن أكتر الناس دي كان أبو لهب، وكان بيمشي ورا الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان وفي الأسواق، وكان يقعد يحدفه بالطوب والحجارة ويقول إنه لصابئ كذاب. قرر الرسول عليه الصلاة والسلام يغير الخطة ويروح يدعو الناس في مكان تاني غير مكة، ووقع الاختيار على الطائف. خد الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وطلعوا للطائف على رجليهم علشان أهل مكة ما يفتكروش إن هو بيهرب منها، وكان كله أمل إن هم ينصروه، لكن ردوا عليه رد ما كانش يتوقعه بتاتا وقالوا له اخرج من بلادنا، يعني كمان بيطردوه. ولما طردوه بس كان طلب منهم ان هم ما يعرفوش اهل مكة بان هو جالهم، فهم عندوه وقالوا لا احنا هنعرفهم. مش بس كده، خلوا عبيدهم وسفهاء قومهم يجروا وراه يشتموه ويرموه بالطوب والحجارة. اتصاب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي رجله تحديدا لحد ما نزلت دم، ومن كتر الضرب اللي خده فقد وعيه ووقع على وشه. فاق الرسول عليه الصلاة والسلام على سيدنا جبريل وقال له سيدنا جبريل ان ربنا باعت معاه ملك الجبال برسالة. ملك الجبال اتكلم وقال ان شئت يا محمد اطبق عليهم الاخشبين. والاخشبين دول هما جبلين في مكة. رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام برد كله رحمة وقال له أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وأهل الطائف ما كانش عندهم دم، فضلوا يؤذوا فيه برضه لحد ما وصلوه لبستان عتبة وشيبة ابني ربيعة، ودول من سادة أهل الطائف. قعد تحت شجرة واستظل بظلها، وأهل المكان ده صعب عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فبعتوا له واحد قبطي يخدمه، وجاب له ساعتها شوية عنب عشان ياكلهم وهو قاعد تحت شجرة بيستظل بظلها. كل العنب ورفع إيده وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
رجع الرسول عليه الصلاة والسلام هو زيد بن حارثة لمكة وقرر يكمل في خطته القديمة، والكلام ده كان بعد 10 سنين من البعثة، لحد ما جه الإذن بالخروج من مكة، واحد من أهم أحداث السيرة النبوية، وعليه اتعمل تقويم جديد بيبدأ بأول يوم في الحدث ده. أعتقد كلكم عرفتوا احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن الهجرة للمدينة. بعد 13 سنة من البعث يأذن ربنا بخروج المؤمنين من مكة للمدينة، وقريش ما عجبهمش ان الرسول واصحابه هيخرجوا من تحت ايديهم كده ويبدأوا دعوتهم دي في حتة تانية، وعشان كده اتفقوا ان هم يجيبوا من كل قبيلة راجل قوي ويضربوه ضربة رجل واحد ويتوزع دمه على قبائل مكة كلها. كان في ناس اصلا من المسلمين هاجروا من الحبشه للمدينه على طول، وفي ناس طلعوا من مكه للمدينه سايبين بيوتهم وفلوسهم وتجارتهم، وفي ناس سايبه اهلهم اصلا في مكه. احنا بقى هنمسك الهجره من زاويه الرسول عليه الصلاه والسلام. جهز الرسول للسفر ده وراح لبيت صديقه الصدوق ابو بكر الصديق متخفي، وعرفه انه هيسافر. ابو بكر الصديق استاذن الرسول عليه الصلاه والسلام انه يبقى ملازمه في الرحله دي، والرسول وافق على طول، وابو بكر يعيط من شده الفرحه. وجهز ابو بكر الصديق راحلتين استعدادا للسفر، ولما الرسول بلغه عن قرب ميعاد الهجرة استأجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن أريقط دليلهم في الرحلة دي، وبعت له الراحلتين دول عنده عشان يراعيهم، واتفق معاه إنه يجي له بعد 3 ليالي عند غار ثور. ودي الرحلة اللي اتعرفت فيها أسماء بنت أبي بكر بذات النطاق، لأنها كانت بتشق نطاقها عشان تهرب فيه أكل لأبوها وصاحبه. قريش يترقبوا للرسول عليه الصلاة والسلام اللي ينجح في الفرار هو وصاحبه، ويتفاجئوا قريش بعلي بن أبي طالب وهو طالع ببرادة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الرسول أمره إنه يأخر سفره شوية عشان يرد الأمانات لأهلها ويلبس البرادة بتاعته وينام مكانه. ولما طلع الرسول عليه الصلاة والسلام محدش من الكفار شافه ساعتها إطلاقا، محدش شاف ساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لدرجة إن هو حط تراب على دماغهم من غير ما يحسوا بيه. لما قريش اتفاجئوا بعلي سألوه عن مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلي بن ابي طالب اتظاهر انه ما يعرفش. طبعا هم عارفين مين صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام كده، ابو بكر الصديق. سابوا علي وجريوا على بيت ابو بكر الصديق وخبطوا، لكن طبعا مش هو اللي فتح لهم، واللي فتحت هي اسماء بنت ابي بكر. سالوها طبعا عن ابوها وصاحبه عليه الصلاه والسلام، وهي برضه اتظاهرت بان هي ما تعرف. ساعتها ابو جهل لعنه الله عليه اتعصب جدا من ردود افعالهم وضربها كف لدرجه انه طير الحلي او الحلق من ودنها. عرفوا قريش ان الرسول عليه الصلاه والسلام هرب منهم المره دي، وبدات محاوله المطارده ان هم يلحقوه قبل ما يوصل المدينه. قريش يراقبوا كل المداخل والمخارج، وعملوا جايزه للي يجيب الرسول عليه الصلاه والسلام حي او ميت، وجابوا كل اللي عندهم خبره في تتبع الاثر واتجهوا للشمال لعل وعسى يقابلوه في الطريق. توفيق ربنا وذكاء الرسول عليه الصلاه والسلام يخلوه يتوقع ان هم هيعملوا كده، وعشان كده اتجه للجنوب الاول. ناحيه الجنوب كان في جبل اسمه الثور، والجبل ده كان في قمته غار. بعد يأس قريش بدأوا يوسعوا نطاق البحث، ووصلوا فعلا لجبل الثور. ابو بكر الصديق خوفه يزيد جدا، ويقول لصاحبه لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا. رد عليه الرسول عليه الصلاه والسلام يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، او لا تحزن ان الله معنا. ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق، وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكونوا هنا. فضلوا في الغار ده 3 ليالي، وكان عبد الله بن ابي بكر بيروح لهم عشان يعرفهم اخبار قريش واخبار البحث عنهم يعني. وكان عامر بن فهيرة بيروح بالاغنام بتاعته هناك عشان الرسول عليه الصلاه والسلام وصاحبه يشربوا منها، وعشان يخفي اثر عبد الله بن ابي بكر. جه عبد الله بن أريقط، انا عارف ان الاسامي دخلوا في بعض. بص يا سيدي، عبد الله بن ابي بكر ده ابن سيدنا ابو بكر عادي. عامر بن فهيرة ده راعي غنم كان بيعدي عشان يخفي اثر عبد الله بن ابي بكر والرسول عليه الصلاه والسلام وصاحبه ابو بكر يشربوا من الغنم بتاعته. عبد الله بن أريقط ده دليل الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر اللي هم ودوا له الراحلتين وقالوا له قابلنا بعد 3 ليالي تمام كده جمعت يعني. عبد الله بن أريقط ده جه وجاب الراحلتين معاه واستعدوا للسفر، وهم في الطريق للمدينه خدوا الطريق الساحلي، ولما اشتد الحر عليهم وقفوا يستظلوا بظل صخره موجوده هناك. وابو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيجهز مكان للرسول عليه الصلاه والسلام عشان ينام فيه، وهو بيعمل كده عدى غلام مع غنم. فسيدنا ابو بكر ساله لمن انت يا غلام؟ فالغلام قال له لرجل في مكه. فابو بكر ساله أفي غنمك لبن؟ قال نعم. حلب أبو بكر الغنم للنبي عليه الصلاة والسلام
وشربه وشرب بعده. غلام الغنم ما كانش الشخص الوحيد اللي شافه. على الناحيه الثانيه واحد من المشركين شافهم وحس ان ده الرسول عليه الصلاه والسلام، وجري لسراقه بن مالك وقال له انا تقريبا لقيت محمد وصاحبه. سراقه اتاكد ان هم فعلا، لكن قال للراجل ده ان هو بيتوهم. ليه؟ عشان ياخد الجائزه كلها لوحده. قعد سراقه في مجلسه تقريبا ساعه عشان ما حدش يحس ان في مشكله او حاجه. بعد كده اتسلل وخد حصانه وراح جري عشان يلحقهم، وهو رايح وقع بالحصان بتاعه واتشائم من الوقعه دي، لكنه قام وكمل. وبعدها بشويه وقع تاني واتشائم اكتر، لكنه افتكر الجايزه اللي قريش عاملاها فكمل طريقه. ولما قرب من الرسول عليه الصلاه والسلام غاصت رجلين الحصان في الرمل لحد الركب. لكن السؤال هنا، هل هي غاصت لحد ركب الحصان ولا الركب سراقه شخصيا؟ الله اعلم. الفكره انه لما غاص في الرمل طلع من نفس المكان دخان، فعرف سراقه ان دول كده معاهم حمايه الهيه، انا مش هقدر اعمل لهم حاجه. طلب منهم الامان مقابل ان هو مش هيعرف حد عن مكانهم، وتعهدوا فعلا على كده، وهو بصراحه اوفى بوعده، وبقى كل ما يشوف حد رايح ناحيتهم يرجعه. كمل الرسول عليه الصلاه والسلام وصاحبه رحلتهم للمدينه، وقعدوا عند خيمه في الطريق، وسالوا صاحبه الخيمه دي لو عندها اكل وشرب، واجابت بالنفي، وقالت ان ما عندهاش غير شاه هزيله ما بتنتجش لبن. مسكها الرسول عليه الصلاه والسلام ومسح عليها بايده الكريمه ودعا ربنا انه يبارك فيها، وحلب منها في اناء وشربوا كلهم. والمعجزه دي خلت صاحبه الخيمه وجوزها يؤمنوا. خلصت الرحله الطويله والصعبه دي، واخيرا وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه للمدينة اللي استقبلهم فيها أصحابهم اللي كانوا سبقوهم، وإخواته من أهل يثرب اللي استعدوا لضيافته. بمناسبة طلع البدر علينا، مفيش رواية صحيحة بتقول إن المسلمين استقبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنشودة دي. طبعا كل الناس كان نفسهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يبات عندهم، لكنه قال لهم دعوا الناقة فإنها مأمورة، وبركت عند دار أبي أيوب الأنصاري، وقعد عنده تقريبا حوالي 7 شهور. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي في أي مكان لحد ما أمر ببناء أول مسجد في الإسلام. الأرض اللي اتبنى عليها المسجد دي كانت مليانة نخل، وكانت تابعة لطفلين يتيمين اشترى منهم الرسول عليه الصلاة والسلام الأرض. المسلمين جهزوا الأرض وبدأوا فعلا يبنوا المسجد ده، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيبني معاهم. وكانوا هم بيبنوا بيقولوا اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. من بعد الكام حدث اللي انا لسه قايلهم لك دول، الاحداث تتغير 360 درجه. يا ترى بقى ايه المسار الجديد اللي خدته القصه دي؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه الفيديو الجاي. عشان كده لازم تنزل تشترك في القناه دلوقتي حالا، تعرف بقى الرسول عليه الصلاه والسلام عمل ايه عشان يبني دوله اسلاميه قويه، يقدر يرجع الفلوس والاملاك اللي سابوها في مكه، ويقدر يرجع مكه شخصيا. كل ده في الفيديوهات اللي جايه، فاشترك عشان ما يفوتكش حاجه. وانت نازل عبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك بالفيديو ده من الزر اللي تحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واكتب لي في كومنت لو في حدث معين عايزنا نركز عليه في الفيديوهات اللي جايه. سلام.